طبعا مبروك بقى للنادي الاهلي، فوزوا النهارده على فاركو بثلاثيه. وكلمتين كده عن ماتش الاهلي وفاركو. فاركو بدأ الماتش ده بانه بيضغط على الاهلي وبيحاول ان هو يمنعه من بناء اللعب، ولو الاهلي بعد كده الكوره اللي معاه وهيبتدي الهجمه كلهم بيرجعوا لخط النص الملعب بتاعه ويبتدوا يضغطوا بقى على الاهلي من هنا. عجبني بقى في الشوط الاول ازاي كولر اتعامل مع ده. اتعامل معاه اول حاجه باللونج باص، يمكن ما كانتش في كل الاوقات ظابطه، بس كان بيحاول ان هو وكان بيحاول يعمل استرتش كده للملعب. كنت بتلاقي ان طاهر في اقصى اليمين وحسين في اقصى الشمال، او ان هو يخلي هاني هو اللي بيلعب على الطرف ويدخل طاهر وحسين الشحات في العمق ويعمل تبادل مراكز ما بينهم. كمان فاركو كان عنده مشكله في الجبهه اليمين اللي هي الجبهه الشمال اللي كان فيها معلول وحسين الشحات. في الشوط الاولاني كان فيها مساحات كثيره جدا، والاهلي تقريبا كان ضاغط بشكل كبير جدا من الجبهه دي، وكانت مميزه قوي الشوط الاولاني. القندوسي كمان كان ساعات بيروح يساعد فيه. ابتدت بقى الهجمات المنظمه كده من الدقيقه 16، حمدي فتحي في واحده للقندوسي لمعلول حسين الشحات اللي بعد كده، واللي سهلت الماتش هي الكوره بتاعت الجون اللي اخطا فيها الحارس بيسجلها محمود متولي. كان في اكتر من هجمه، حسين الشحات كان رايح بكوره كاونتر اتاك وشاطها وما دخلتش، طاهر برده كان ليه شوطه، كانت في كوره حلوه قوي عمل تمريره سحريه، يعني بكري تقريبا شالها من قدام القندوسي كانت هتبقى الهدف الثاني، وبعد كده جه الهجمه بتاعه القندوسي الجون اللي اتحسب بعد كده تسلل. بعدين استراحه من اسيست رائع من حسين الشحات، قدر محمد شريف ان هو يجيب الجون الثاني. ومن بعدها والشوط الثاني بصراحه كان اللي هو نمنا كلنا بقى. الاهلي كان نزل الشوط الثاني الاداء مش افضل حاجه، الدفاع كان عنده مساحات كبيره جدا، وكمان فاركو نزلوا احمد شريف ودي ماريا، ولو كانوا موفقين شويه كان ممكن يعملوا خطوره لولا تالق الشناوي النهارده اللي كان متالق بعد الهزه يمكن اللي حصلت في الماتش اللي فات. النهارده الشناوي شال اجوان. والحاجه بس اللي ممكن تتكلم عليها عن كولر انه يعني بيتاخر شويه في التغييرات، يعني لو قعدنا لحد الدقيقه تقريبا 65 فاركو هاجم جدا وكانوا ممكن يسجلوا هدف، بدليل ان هو بعد كده لو مغير ياسر ونزل مروان عطية والسولية الدنيا بقت افضل شوية تاني للاهلي. ولكن كان الاهلي خلاص ضمن المباراة، واللعيبه بصراحه كانت مجهده جدا، بس ده ما يمنعش ان انت لازم تفضل مركز لاخر دقيقه في الماتش. وبعد كده طبعا جه الجون بقى في الاخير بتاع ضربه الجزاء بتاعت معلول، اللي هو بتحس انه دي بتتوج كل اللي بيعمله معلول بصراحه الفتره الاخيره. بجد يتحسب لكولر التطور الكبير جدا لحسين الشحات، دي افضل نسخه انا شفتها من فتره طويله جدا لحسين الشحات من وقت كاس العالم للانديه. بقى هو من افضل الناس اللي بتدخل من العمق وتقدر ان هي تعمل تمريرات كويسه جدا، بقاله اكتر من ماتش بيعمل كده وبيوزع هدايا، اما هو بيجيب هدايا. التطور كمان اللي حاصل لمروان عطية، اللاعب ده عنده مميزات كويسة جدا جدا. الاهلي النهارده كمان عنده مكاسب، عودة محمود متولي، عودة ديانج، بداية ان القندوسي هو اللي يبتدي الماتش. وانا بشوف ان القندوسي لو خد مباريات بشكل اكبر هيكون من اللاعبين الكويسة جدا، لان هو عنده تحرك من غير كورة كويس جدا، لعبه دايما بيكون لقدام، تقدر تستخدمه مركز 8 وتقدر كمان تستخدمه مركز 10. عودة شريف النهارده للتهديف، انا كنت بلوم على شريف انه بينزل ساعات المباريات اللي فات مقموص ومش بيدي افضل حاجة. النهارده نازل مركز جدا ومركز على هدفه، وعنده تمريرات كانت كويسه جدا، تحركاته طول الماتش النهارده فعلا كانت فعاله، عشان كده كولر سابه الماتش كله، مش بس الهدف اللي جابه لا طول الماتش بصراحه، فدي حاجه تحسب لشريف. حمدي فتحي والمراكز الكتير اللي بقى بيأديها النهارده، كنا بنشوفه في الاول كان بيلعب مركز 8 وكمان كان بيتبادل هو والقندوسي، بتلاقيه اوقات كتير جدا هو اللي بيلعب قدام كانه 10، وفي اخر الماتش كان بيلعب ورا باك جنب محمود متولي. عودة كمان طاهر من الاصابة، والنهارده انا شايفه ان هو خرجه علشان ما كانش عايز يديله كل الوقت الكبير دوت عشان اللعيبه ما تتصابش، عندنا مباريات مهمه جدا وضغط مباريات. اكتر حاجه عجباني انه الاهلي النهارده بيقدر يكسب، بيحافظ على سلسله المكسب، وان هو طول ما انت بتكسب المباريات دي كلها ما تخشش بقى في الدايلاما بتاعت المؤجلات ومين، وتريح نفسك عشان عندنا ضغط كبير جدا. المباريات هتجبر كولر انه لازم يعمل روتيشن، مفيش ادنى لاعب ابدا هيقدر يأدي كل ده.